هلو ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين وفي احسن حال دايما يا رب. فيديو جديد ان شاء الله ومعلومه جديده، اتمنى يا رب اكون بفيدكم ولو حتى بربع معلومه زي ما بقول لكم على طول ودايما. بس لو انت اول مره تشوفيني او لسه مش مشتركه في القناه، يلا بسرعه روحي اعملي سبسكرايب للقناه وفعلي زر الجرس واعملي لايك للفيديو ده. تعالي الفيديو بتاعنا النهارده هنتكلم فيه عن مسامية الشعر. هنعرف يعني ايه مسامية، هنعرف انواع المسامية ايه، واختبار بسيط كده صغنن في الاخر هتقدري تعرفي بيه نوع مسامية شعرك. اولا وقبل اي شيء لازم تكوني عارفة يعني ايه كلمة مسامية. مسامية يعني قدرة الشعراية بتاعتك على امتصاص المية والمواد اللي بتدخل لها. يعني شعري هيمتص قد ايه من الميه اللي داخلاله اللي انا بدخلها له، والمواد اللي انا بدخلها له، اي منتج عموما انا بستعمله هيقدر يمتص قد ايه منه ويتقبله. نخش بقى في النقطه التانية وهي انواع المساميه. عندنا 3 انواع من المساميه: مسامية منخفضة، مسامية عالية، ومسامية متوسطة. الشعر ذو المسامية المنخفضة ده الشعراية بتاعته ما بتقدرش تمتص الماء والمرطبات بطريقة كبيرة، ولكن بتاخد جزء صغنن جدا وبترمي الباقي. وده الأحسن أو الأفضل ليه إن انت تستخدمي له حاجات كريمات لطيفة على الشعر، حاجات خفيفة قوامها خفيف، زيوت خفيفة. ومن الزيوت الخفيفة اللي نقدر نستعملها للمسامية المنخفضة مثلا زيت الأرجان أو زيت الجوجوبا. دي شعر ذو المسامية العالية وده عكس المنخفضة تماما. دي الشعراية هتقدر ان هي تاخد المرطبات والمية اللي انت هتدخلها لها، هتتقبل اي نوع انت تدخله لها. علشان كده ممكن عادي جدا تستعمل لها حاجات قوامها تقيل، ممكن حاجات تكون فيها زبدة شيا مفيش اي مشكلة، حاجات تكون حاملة لزيت الخروع، ما ينفعش زيت الخروع مباشرة، حاجات تكون حاملة لزيت الخروع. هو زيت الخروع من الزيوت التقيلة، بس ممكن ان احنا نحط زيت خفيف على زيت تقيل فعادي الشعر هيتقبله. المسامية المتوسطة وده يعتبر احسن انواع الشعر. الشعر بيقدر يمتص اللي هو عايزه، بياخد اللي هو محتاجه وخلاص على كده بطريقة متوسطة، وبيقدر يحتفظ برطوبته وبيقدر يحافظ على رطوبته بفترة أكبر. فده يعتبر أحسن أنواع المسامية في الشعر. اللي يناسبه بقى فعادي مفيش أي مشكلة، ممكن نحط له زيت خفيف على زيت تقيل ميكس بين الاتنين، فمفيش أي مشكلة. أي نوع هتحطوه بطريقة بكميات متساوية هيمتصوا الشعر عادي. تعالوا بقى باختبار بسيط جدا جدا نعرف ازاي نعرف مسامية شعرنا في البيت. اول حاجه عملتها هي اني جبت شعرايه من شعري وغسلتها كويس جدا جدا حتى لو بصابون المواعين عادي. انا نوع شعري كان مموج مش مفرود، علشان كده الشعرايه ما كانتش راضيه تتفرد على المنديل. بعد كده بدات ان انا اجيب كوبايه ميه وحطت فيها الشعرايه بتاعتي، وبدات ان انا ادخلها بصبعي كده عشان اشوف الاختبار فعلا هتوصل لفين. لقيتها وصلت لقاع الكوبايه بتاعه الميه، معنى ذلك ان نوع شعري مساميته عاليه، يعني هيتقبل اي حاجه احطها عليه. طبعا الشعرايه لو كانت من المسامير المنخفضه كانت عادي ممكن تقف فوق سطح الميه عادي ومش هيجرى لها اي حاجه.